السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات اماني السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا نعمل مع بعض الطبق الحلو الخفيف السهل ده. هنعمل كبدة بلدي متشوحة كده بالزبدة. هي يعني معروف انها كبدة بالزبدة. بتتعمل بالكبدة الجملي كمان بتبقى خطيرة، بس دي كبدة جاموسي عادي. انا يعني قايله للجزار يقطعها لي مكعبات كده زي ما انتم شايفين، وحطيتها في المصفى دي. نزلت الدم بتاعها، يعني انا ما بغسلش الكبده اصلا يا بنات عشان ما بتزفر. اذا كانت بلدي او مستورده الكبده دم، مجرد ما هتحطي عليها الميه هتبقى فيها ريحه زفاره. وما بحطش عليها خل، يعني بحس برضو ان الخل بيغير طعمها، الا نادر قوي يعني لو مضطره وما عنديش ليمون. هنا حطيت معلقه هريسه، حطيت عصره ليمونه كبيره زي ما انتم شايفين كده، مش هايله منها البذر. خطيره 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 التتبيله ديت. بتتبليها بيها وبتسيبيها لو فيها لسه دم يعني زياده بعد ما انتي حطيتيها في المصفى، هتلاقي الدم زياده نزل، وهي محتفظه بطعم بالتتبيله وطعمها وريحتها، وبتبقى خطيره. طبعا الملح حسب الرغبه. نزلنا بمعلقه فلفل اسمر صغيره، ومعلقه كمون صغيره، لان الكميه عندي نص كيلو، فما بكترش بهارات كتير، لان الكمون لو كتر برضه يا بنات معلومه من المعلومات يعني، لو الكمون كتر بيمرر، فخدوا بالكم قوي من التركية دي. ملح، فلفل، كزبرة، كمون. التتبيله البيزك جدا للكبده. حابه تحطي توم باودر، بصل باودر، بابريكيا، في ناس بتحب تحط لها كاري وكركم، يعني زنجبيل، براحتك. انا متبلاها بالتتبيله العاديه جدا، واسهل تتبيله ممكن تتبلي بيها. قلبتها ودخلت المكستة كلها كده زي ما انتم شايفين مع بعض، ودخلت التتبيله في كل حته فيها، وبسبتها حوالي بالظبط ساعه او نص ساعه لغايه لما ابتديت اشتغل فيها. كانت نزلت بقى كل الزفاره اللي فيها بالدم الزياده بكل حاجه. انا يا دوب باخد الكبده بس، يعني عشان كده ما بحطهاش في طبق، بحب اتبلها في مصفى. تمام. هنا بقى هي يعني كبده بالزبده، فزبده بقى يعني معلقه كبيره كبيره زبده، اللي هي زي اللي انا بشتغل بيها دي. وسخنت جدا جدا، وطبعا مع الزبده عشان انت هتسيبيها تسخن، عشان لما تنزلي الكبده ما تنزلش ميتها، وتبقى محتفظه بالعصاره بتاعتها كده وجوسي خطيره. فطبعا بنحط مع الزبده زيت، عشان لو حطيت الزبده لوحدها هتتحرق. تمام. زي ما انتم شايفين انا نزلتها، استحاله تقلبيها في الوقت ده. انا بوسع بس عشان يبقى كل الكبده يعني متوزعش كويس في الطاسه، عشان تاخد كلها تسويه واحده من الجنب اللي انا نزلت عليه، وابتدي اروح مقلباها على الناحيه التانية. وهنا معلقه توم كبيره، خلاص انا نزلت الكبده، اروح نازله بمعلقه التوم. مجرد ما هتاخد زي ما بقول لكم تسويه في الجنب دوت، اقلبها، اقلب معاها التوم، يبتدي كله ياخد تشويحه واحده وطعم واحد. بصوا هنا ما قلبتهاش لما اتاكدت ان هي خدت اللون من تحت واستوت. الكبده من الحاجات اللي ما بتقعدش كتير على النار، وفي تركية زيها زي الجمبري، لو خدت وقت تسويه اكتر اسمها ايه يعني، بتشد معاكي زي الكاوتش كده، فاهمين انا قصدي؟ زي الكاوتش كده مأستكه كده، وزي الكاوتش في بقك. فالكبده والجمبري من الحاجات اللي لازم تسويهم التسويه صح بالوقت الصح. الكبده اخرها على النار 10 دقايق. ده يعني لما بتكون انت قعدتيها خلاص بقى، لو انت حد بيقرف قوي وعايزه الكبده مستويه كويس قوي، لان لازم الكبده بتبقى مستويه وطريه من جوه، يعني هي اصلا فايدتها في كده. والجمبري هكذا، يعني دي اكتر اكلتين اللي ما بتاخدش وقت خالص على النار. انا بالظبط عملتها قبل الفطار ب10 دقايق يعني كمان. هنا خلاص كانت استوت، وبقى شكلها خطير. بصوا الزبده بقى وطعم، بتاخدي الكبدايه في صوص الزبده والثوم بقى، والتشويحه دي خطيره خطيره، اللهم بارك. جربوها جنب شويه مكرونه بعيش بقى وبطاطس وسلطه طحينه وبابا غنوج وكده، اكله حرشه وخفيفه. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.